الثبات والصمود، يا جيل عز توج الأوطان بالخلود. أبطالنا يا قصة الثبات والصمود، يا جيل عز توج الأوطان بالخلود. وعلم البغاة كيف تغضب الأسود، وعلم البغاة كيف تغضب الأسود، ليفتدي عدالة لا تعرف الحدود، ليفتدي عدالة لا تعرف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المجاهدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يفقهنا في الدين. وبعد أحبتي في الله، ومع الخلق الأول من الأخلاق الفردية التي ينبغي أن يتحلى بها المجاهد، هذه الأخلاق التي تثمر جهادا صحيحا سليما. هذه الأخلاق هي التي تبعث الروح الجهادية، وهي التي ينبغي أن يتحلى بها المجاهد قبل أن ينازل العدو، وأثناء نزاله للعدو، وبعد نصره على العدو. فأول هذه الأخلاق وعلى رأسها تقوى الله عز وجل، وإصلاح السريرة، وإصلاح النفس، وهجر الهوى، وضبط الشهوات. هذا الخلق الأول يجمعه كله تقوى الله عز وجل. هذه التقوى هي التي تضبط الفرد، وهي التي تعينه على أن ينتصر على نفسه. الانتصار على النفس كما يقول أهل العلم هو ميدانك الأول، أي أن المجاهد لا بد أن ينتصر على نفسه قبل أن ينتصر على عدوه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. قال بعض أهل العلم: لا بد على المجاهد أن ينتصر على شهواته وعلى رغباته وعلى هواه، وأن يقمع ذلك كله بتقوى الله عز وجل ولزوم العمل الصالح والقول الصالح. فإذا فعل الإنسان ذلك يكون قد انتصر على نفسه. هذا المفهوم الذي وضحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يعرف المجاهد، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. نعم، الجهاد الحقيقي هو جهادك لنفسك. من لم يستطع أن يتغلب على شهواته فلن يتغلب على عدوه. هذا المفهوم هو الذي كان المسلمون يتواصون به. فهذا عمر بن الخطاب يوصي جيوشه بتقوى الله عز وجل، وأن الطاعة هي السبيل للنصر على الأعداء، وأن المعصية سلاح في يد عدوك. أنت عندما تعصي الله وتستجيب لشهواتك ورغباتك المحرمة وتنهزم أمام هذه الشهوات، أنت تضع بيدك السلاح في يد عدوك ليقضي عليك. ولذلك كان من هلاك الأمم السابقة وتسليط الأعداء عليهم هو نزولهم إلى مستوى الشهوات المحرمة وارتكابهم لتلك الفواحش، فسلط الله عليهم عدوهم، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل: فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ولذلك على المجاهد أن يعلم علما يقينيا أن النصر على الأعداء لا بد فيه من نصر على النفس. هؤلاء المجاهدين من الصحابة رضوان الله عليهم عندما انطلقوا هم ومن تبعهم بإحسان إلى أرض الشام وأرادوا أن يكسروا شوكة الروم، التقوا في أول المعارك فهزموهم. فإذا بالأخبار تصل إلى قيصر الروم ويسأل جنده: بماذا هزموكم؟ ألستم أكثر عددا منهم وأكثر عدة؟ قالوا: بلى. قال: ألستم أكثر تدريبا وأكثر مناورة وأكثر خبرة بالمعارك؟ قالوا: بلى. قال: فبما هزموكم؟ فلخص أحد القادة هذه الإجابة فقال: إنهم إذا حملنا عليهم صبروا، وإذا حملوا علينا صدقوا، وإنا إذا حمل علينا لم نصبر، وإذا حملنا عليهم لم نصدق، وإنهم قوم رهبان بالليل فرسان بالنهار،
يقومون ويحيون الليل ويصومون النهار، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتواصون فيما بينهم بالخير. بهذه الأخلاق انتصر المسلمون. عندها علم قيصر الروم سر قوة المسلمين. سر قوتهم أنهم انتصروا على أنفسهم، أخذوا هذه النفس بالعزيمة ولم يتدرجوا ولم ينزلوا إلى منازل الهوى والشهوات. عندها قال قيصر كلمته المشهورة بعد سلسلة من الهزائم أمام المسلمين: وداعا سوريا وداعا لا لقاء بعده. هؤلاء هم الذين فتحوا البلدان. وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم خلف الله من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فوصل حال المسلمين إلى ما وصلنا إليه اليوم. لا بد أن نعرف أخيرا أن أعداءنا عندما أرادوا أن ينتصروا علينا إنما انتصروا علينا بذلك الغزو الذي بثوا فيه كل صور الشهوات والشبهات في قلوب المسلمين. عندها استطاعوا أن ينتصروا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا البعد عن الشهوات والبعد عن الحرام، وأن يوفقنا للجهاد في سبيله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبطالنا يا قصة الثبات والصمود، يا جيل عز توج الأوطان بالخلود. أبطالنا يا قصة الثبات والصمود، يا جيل عز توج الأوطان بالخلود. وعلم البغاة كيف تغضب الأسود، وعلم البغاة كيف تغضب الأسود، ليفتدي عدالة